الحقيقة احنا بنسعد ان احنا بنحضر في الكنيسة المقدسية علشان نهني اخواننا المسيحيين بعيد القيامة المجيد. وده عيد الحقيقة احنا كلنا كمصريين بنحتفل به وبنسعد بهذا العيد وبنشارك الفرحة بيه. النهارده لما بنيجي نعيد على اخواننا المسيحيين بنعيد على نفسنا وبنعيد على بعض، لان هي دي الاصول اللي موجودة في داخل المجتمع المصري النهارده. النهارده بنحتفل بالعيد. امبارح كان نائب قداسة البابا نيافة الأنبا رفائيل أسقف الشباب وصلى العيد، وجه المسؤولين كلهم كانوا موجودين، رجال الأمن والسيد المحافظ أول مرة يجي اسكندرية ونزل هنانا بالعيد وكان موجود امبارح، وكانت العظة كويسة على التسامح والمحبة والتآخي بيننا وبين كل المسيحيين. كان في عدد كبير جدا جدا موجود من الشعب، آلاف مؤلفة، والموكب بتاع المحافظ والسيد مدير الأمن ومساعديه. قداسة البابا زي ما شفتوا زي الفل، وعمل القداس بالكامل امبارح في الكاتدرائية المقدسية واستقبل الناس المهنئين بالعيد. واحنا نأمل ان مصر تحس بالسلام في كل حتة في كل ربوعها. طبعا جاي النهارده اهني اخواني الاقباط في عيد القيامه، والحمد لله احنا نسيج واحد ولنا مئات السنين والاف السنين بنعيش عيشه طبيعيه، وستظل هذه العيشه الطبيعيه التي تجمع الطرفين المسلمين والمسيحيين. مصر دي بلد شعبها شعب طيب، شعب فيه رقه وفيه سلاسه. موضوع التعصب ده مش اصيل ولا موجود، لكنها يعني سنة البشر ان في احداث فردية وخلافات تحصل بين العائلة الواحدة وبين اخ واخوه وبين ابن عمه وابن عمه، فعادي دي احداث فردية وليست عامة. كل سنة وحضراتكم بخير. انا سعيد جدا جدا ان انا اول زيارتين بعملهم وانا محافظ اسكندرية هي حضور قداس امس وتهنئة اليوم، وده يبين فعلا ان ربنا عاوز يبين ان احنا يد واحده. انا ببص لقدام وجاي اخدم، مش جاي ابص ورايا. مظبوط. دعهم يقولون، ومش عيب ابدا، عمرك ما هترضي كل الناس. اللي يحتاج له الحريه واللي هيثبت للمحتاج ان هو كان احتجاجه غلط، الشغل اللي هيتعمل. والله لو ربنا وفقنا يبقى الحمد لله، لو ربنا ما وفقناش يبقى السلام عليكم وقراري في يدي. اسألوا عني في جامعة اسكندرية كيف كانت العلاقة بيني وبين الأخبار. لو شعر أي قبطي بظلم أنا مسؤول عنه شخصيا، اتعامل معاهم زي الإخوة المسلمين بالظبط، يعني مش مؤمن إن مفيش فرق بين الاثنين. دول لهم حقوق وإحنا علينا واجبات ناحيتهم ولابد إن إحنا ننفذها. أنا لم أكن عضوا في لجنة السياسات، ولم أكن عضوا في لجنة الإشراف على الانتخابات 2005. أنا كنت ولم أكن عضوا في لجنة الإشراف على الانتخابات 2010. خليهم هم يتأكدوا من صحة الخبر. تمام.